السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الظروف يا ربي. خوتي خواتاتي، اليوم ان شاء الله بحول الله كما كتشوفوا معايا غادي نصاوب معكم واحد الوصفه ديال الشعر. واحد الوصفه ان شاء الله بحول الله كنديروها ملي كنكونوا غادي للحمام. انا بغيت نمشي للحمام، قلت علاش ما يعني نديرها للشعر ديالي، وفكرت نشاركها معكم حيت يعني كنديرها بزاف وكتعطيني واحد النتيجه اللي هي زوينه. يعني كنعرفوا هذه زرعه الكتان كما كتشوفوا معايا، كتعرفوا الفوائد ديالها بالنسبه للشعر ولا الوجه ولا يعني الاكل، يعني الفوائد ديالها اللي كثيرين بزاف. كذلك هنايا عندي النوار. كل واحد اللي كيقول ليه، حنا كنقولوا ليه النوار، كاين اللي كيقول ليه قرنفل. كذلك عندي هنايا القشره ديال الرمان اللي كرمت ديك المره معكم كما كتشوفوا معايا، راها كامله وكما كتشوفوا راه بقات صافيه، يعني ما كتخمج، ما حتى شي حاجه، ما كتكونش فيها ديك الكحوله ما والو. كما قلت لكم يعني غير حاولوا ترققوها واكيد غادي تصدق معكم، يعني بلا ما تبقاو تمشيو تشريوها ولا. يعني كناكلوا الرمان كنلوحوا القشر ديالو، من الاحسن نستافدوا منهم، علاش لا. وكنعرفوا كذلك الفوائد ديال النوار على الشعر ولا على يعني بزاف د الحوايج، فيه فوائد اللي هما كثيرين بزاف. وكنتمنى تجربوا هذه الوصفه، اكيد غادي تنال الارضاء ديالكم. وغادي ناخذ واحد الطحانه وغادي نطحن هاد الفوائد هادو كلهم. كما كتشوفوا معايا انا خديت هاد الطحانه هذه اللي غادي نطحن فيها هاد المنتوجات كاملين. يعني غير جربوا هاد الوصفه، اكيد غادي تلقاو عليها واحد الاستحسان اللي هو زوين بزاف. غادي نطحن هذا الرمان بوحدو، نحاول نهرسو بحال هكا شويه باش يجيني رقيق. وكما قلت لكم هذه الوصفه هذه بالنسبه للي عنده الشيب، اللي باغي الزغبه ديالو تغلاض، اللي عنده الزغبه رهيفه بزاف وباغاها تغلاض، اللي كذلك عنده الشيب في الشعر ديالو وبغى يعني يصبغوا يرجعوا حمر كما كنعرفوا. يعني هذه الوصفه هذه فيها الحنه حتى هي، وملي كتديري الحنه على شعرك، هذاك الشيب هذاك اللي كيكون بيض كيولي حمر. داكشي علاش. وها هو من بعد ما طحنا داك القشر ديال الرمان، هانتوما كما كتشوفوا معايا، غادي نخويهم في شي طويسير ولا شي حاجه بحال هكذا. وغادي نطحن هاد النوار هذا مع هاد زريعه الكتان، نطحنهم مع بعضياتهم مع كيطير. داكشي علاش درت ليه كلينكس. وهانتوما كما كتشوفوا معايا من بعد ما طحنتو، ها هو كما كتشوفوا معايا، يعني راه عاطي واحد الريحه اللي هي فنه، يعني بحال تقولي على شكل النفقه. صافي دابا حنا طحنا هذاك النوار ومع داك زرعه الكتان. كما قلت لكم يعني النوار بالنسبه للي بغى شعرو يعمر ويطول ويعني وتغلظ ليه الزوبه. كذلك زرعه الكتان على حسب العمريه والرطوبيه والطول، يعني كيقاد لنا الشعر مزيان. وهذا داك الرمان على حسب يعني بالنسبه اللي باغي اللي فيه الشي بغى يصبغ الزغبه ديالو. وسميتو هذا، واللي شعرو كحل يعني بغى يرجعوا داك اللون حميمر بحال هكاك، يعني راه كيرجع لنا اللون ديال الشعر ديالنا، كيرجعوا لنا فن واعر، واحد اللون اللي هو زوين بزاف. غناخذ واحد الزلافه كما كتشوفوا معايا، غندير فيها هذاك الرمان، قشره ديال الرمان، وغادي ندير فيها هذيك زريعه الكتان مع النوار. وهنايا عندي الورد. هذا راه داك الورد ديال الشعر كيكون عندنا حنايا في البلاد. الورد بلدي، ماشي داك الرومي اللي ما فيش، هذا داك الورد المهم ديال الشعر اللي كنديروا في الشعر ديالنا، اللي كيكون غوز. راه فيه جميع الدوايات، يعني هذا راه كيديروا عندنا العريسات، كيصايبوا العريسات في البلاد بحال هكذا، وصيفطوا ليا منه. كيكون فيه النوار، كيكون فيه الريحان، يعني كاع دوك جميع دوك العشوب اللي كيكون فيهم الريحه زوينه كيديروه هنايا، كيمشطوا به العروسه شعرها ملي كتكون باقا عروسه. صافي غادي ندير فيه واحد المعلقه، حتى هو راكم عارفين الفوائد ديال الورد والريحان والنوار كما كتشوفوا معايا. درت معلقه ديال الورد. وهنايا عندي الحنه الصحراويه، يعني الحنه متخلطه على اليد،
كاين عندنا حنا في البلاد الحنه كيدقاو كيصيفطوا علينا، الله يعطيهم الخير. غادي ندير واحد 2 معلقات ديال الحنه ثم كتشوفوا معايا. يعني كنعرفوا الفوائد ديال الحنه، يعني عليه اللي كيمشي للحمام وما كيديش معاه الحنه، وبالاخص هذه ديال الصحراء، يعني ماشي بحال هذيك ديال الباكيه. هذه ديال الصحراء كتكون زوينه، ما كيكونش فيها شي مواد كيماويه، يعني كتكون طبيعيه. صافي دابا هادشي اللي غنحتاجو هنايا. وكذلك غادي نحتاج هنايا عندي هذاك المرجان ديال الزيتون. كما قلت لكم هذا المرجان هذا الا لقيتوه خبيوه عندكم، راه الفوائد ديالو لا توصف. يعني ما نعاودش لكم، لا بالنسبه للتجميل ولا بالنسبه للشعر ولا بالنسبه بزاف الحوايج. هذا المرجان هذا مزيان ليه كما كتشوفوا معايا. يعني وقيت الزيتون ماشي ما فيها باس الا مشيتو عند مثلا هذا داك اللي كيطحنوا الزيتون وخديتو من عنده المرجان. هانتوما كما كتشوفوا درت معلقه تقريبا كبيره ديال المرجان، نديرها في بلاصه الزيت. اللي ما كانش عنده يدير معلقه ديال زيت العود. صافي هادشي اللي غادي نحتاجو. وغادي نخلطوا هاد المقادير كلهم غنخلطوهم بالماء السخون، ماشي كاع سخون بزاف ولكن يكون شويه دافي. الماء غادي نديرو غير يعني تدريجيا بشويه بشويه، حيت ملي كنديرو الحنه الا بغيناها تصدق لينا ما نديروش ليها الماء يكون في مره واحده. يعني نحاولوا نخلطوها بشويه بشويه على حسب باش ما تكورش لينا. الا درنا ليها الماء يعني في دقه واحده ولا درنا لها الماء كثير بزاف وبدينا كنعجنوا فيها كتدير لينا هذوك الكويرات يعني كتمحلنا. يعني نحاولوا نديروا الماء غير بشويه بشويه باش نحلوا ليها هذوك الكويرات ديالها اللي كيكونوا فيها بطريقه سهله. يعني ما كانش شي واحد قليل اللي ما كيديش مع الحنه للحمام في هذا الوقيته هذا. يعني راه كلشي كيدير الحنه للحمام، كلشي عزيز عليه الحنه. كما كنعرفوا المغاربه كاملين عزيز عليهم الحنه، ولا كاع المسلمين. واحد الريحه خارجه منها فنه، ريحه الورد مع ريحه قرنفل مع ريحه الحنه. غنجربوها اكيد غادي تعطيكم واحد النتيجه اللي هي زوينه بزاف. كما كنعرفوا راه الحنه حتى هي كتصبغ، يعني ماشي كنتمنى تجربوا هذا الفيديو. ما تنساونيش بواحد لايك كومونتير الا جربتوا هاد الوصفه هذه. ما تنساونيش بواحد الكومونتير. انا ما فهمتش كتفرجوا في الفيديوهات وما كديروش لي لايك، علاش؟ بانت لكم القناه ديالي باقا صغيره ما تستاهلش ياك داكشي علاش؟ يا ولا اله الا الله محمد رسول الله. الله يجيب من يوقف معنا وانتم الجميع يا ربي. هادشي اللي كنتمناو من الله. المهم نتوما كما كتشوفوا معايا من بعد ما كتخلطوها بشويه بشويه راه ما كدير لكم لا الباروز لا حتى شي حاجه. صافي من بعد ما كتخلطوها كتخليوها تقريبا مثلا الا كنتو زربانين عليها خليوها شي ساعتين بحال هكاك ولا عاد حتى تطلق عاد ديروها. ما كنتو زربانين عليها خليوها مثلا كاع ما تصايبوها بالليل بحال هكا. الا كنتو غاديين في العشيه حتى الغدي في العشيه عاد غتمشيو وصايبوها بحال هكا بالليل وديروها في شي زلافه وغطيو عليها وخليوها حتى الغد في الصباح وديروها. المهم خاصها يعني قد ما باش جلسات كتطلع الحنه خاصها تطلع، لا بالنسبه لليدين ولا بالنسبه للشعر ولا لاي حاجه. يعني الحنه خاصها تطلع. يعني ملي كنخلطوها وكنديروها ما كتعطيناش واحد النتيجه اللي بغينا. وفي نفس الوقت ما بحال كنزربوا عليها. يعني انا ما كتعجبنيش بعدا ملي يلا كنخلطها وكنديرها ما كتعجبنيش. بالنسبه حتى اللي بغى يديرها اللحمو في الحمام يخليها تطلع. علاش؟ ملي كتطلع يعني كتخرج لينا الوسخ وكترطب لينا اللحم. ملي كتخلطيها وكديريها بحال الا كتعكز كتحسي براسك انت كتحكي
يعني داك اللحم ديالك ما كيتقشرش. هانتوما كما كتشوفوا معايا، يعني ملي كنديروا الحنه وكنعاودوا نديروها عاد كنغسلو يعني كتعطينا واحد النتيجه اللي هي زوينه بزاف. ولكن ملي يعني كنديروها يلا كنخلطوها وكنديروها ما كتعطيناش نتيجه زوينه، ما كتخرجش لينا الوسخ وما كتعطيناش ما كترطبش لينا اللحم. وها هي كما كتشوفوا معايا من بعد ما خلطتها هانتوما كما كتشوفوا دابا راها واجده. وكنتمنى تجربوا هاد الوصفه هادي، اكيد غادي تلقاو عليها واحد النتيجه اللي هي زوينه بزاف. نتوما كما كتشوفوا معايا ما كيكون فيها لا البابز لا حتى شي حاجه. غير جربوها اكيد غادي تلقاو عليها واحد النتيجه اللي هي زوينه بزاف. وكنتمنى تجربوها، وما تنسوش الا عجبكم الفيديو ديروا لي واحد لايك، شي كومونتير يكون زوين، واللي ما مشاركش في القناه يضغط على الزر الاحمر باش توصلوا بالجديد. مرحبا بكم كاملين، والى فيديو واحد اخر ان شاء الله بقول